السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب اخواتي وحبايبي، بحبكم في الله. اللهم صل وسلم وبارك على حق يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. ونبدأ كلامنا كده. النهاردة هنعمل البروتين خطوة خطوة. طبعا الشعر ده كان يعني طبعا بتعاني منه صاحبته وعاوزة كده على العيد لوك جديد، فلازم نفرح الكل. فبنغسله الأول بكليفاينج اللي هو الخاص بالشغل، أو لو ما عندكيش كليفاين ممكن تجيبي شامبو كلير اللي هو بتاع القشرة وتغسلي بيه ان انت تصفي الدهون من الشعر نهائي. وبنيجي بعد من كده بنغسله وننشفه بالاستشوار هوا بارد، وناخد المادة اللي احنا هنعمل بيها البروتين ايا كان نوع البروتين. كل البروتين بيفرد، بس الرق على التكات والحركات او ازاي تستعملي البروتين. بس طبعا لازم تنقي افضلهم، بيبقى خالي سلفات، ما يعني بتبقى العملية يعني فيه حاجات أمونيوم بسيطة أو حاجات خاصة بالشعر، يعني بتبقى ما لهاش أضرار كتيرة، لأن في معظم الكوافيرات بتستخدم أنواع رديئة شوية، لكن دي بيبقى فيها زيوت وحاجات معينة للشعر مثلا بتفيده بدل ما بتضره. لأن كتير يقولك بعمل بروتين وبيضر شعري، فزي ما انتوا شايفين بنوزع البروتين خصلة خصلة بسيطة، وبنعمل لها عملية مساج للشعرية، بنعمل لها عملية مساج بسيطة كده ان هي المادة تتغلغل في الشعرية والشعرية نفسها تشربها او تمتصها. واي زيادة هي بتطلع، يعني كده كده هنستعمل البنطة ونشوف اي زيادة بعد ما الشعر بيشرب المادة او بياخد الكمية الكافية اللي هو عاوزها، بيطرد اي كمية هو مش عاوزها. فاحنا كده كده بنعمله بالبنطة. البنطة دي يعني المشط، بنسرحه او بنمشطه بالمشط كده، اللي اسنانه ضيقه، اللي بيبقى البنطه بتاعتنا الخاصه بينا بتبقى الاسنان بتاعتها ضيقه شويه. خلاص. وبعد ما بنوزعه التوزيع زي ما انتم شايفين خصله خصله، ما بناخدش كل الشعر وندهنه، لا، خصله خصله، وبتبعدي نص سنتي عن الجذور او سنتي. بتبعدي نص سنتي او سنتي كامل عن الجذور، يعني ما بتبدأيش تحطي المادة من اول الجذر، لان ده غلط. لان في اثناء عملية المساج هو كده كده بيوصل للجذر، او اثناء عملية التمشيط بالبنطة هو بيوصل للجذر. فما بنحبش نحط على الجذور من البداية، انت بتبعدي سنتي او نص سنتي من الجذر، تبدأي توزعي المادة بتاعتك زي ما انت شايفة كده خصلة خصلة. طبعا انا برضك عشان الفيديو ما يطولش، احنا كده كده هنخلص كل الشعر، وبرضك هنوريكم بعد من كده ايه الخطوة اللي بعد. اهو زي ما انتوا شايفين الزيادة اللي طالعة في البنطة دي اللي هو الشعر يعني خد كفايته، ودي الزيادة. فكده كده ما تبدأيش بالجذور، بتبعدي سنتي او نص سنتي عن الجذور، وبنعمل عملية التدليك للشعراية او المساج للشعراية. بنغسل الشعراية، انا بغسل المادة بتاعتي لان انا عارفة ان مادتي كويسة. وبعد من كده بننشفها بهواء بارد، لازم تنشفيها 90% على الأقل، تنشيف كامل، عشان وانت بتشتغلي بالمكوى ما فيش كلمة اللي هي الصهد او كلمة تش ديت اللي بتحصل مع بعض العملاء او بيعانوها ويقولك انا اتلسعت انا اتعملت. لازم الشعرايه تبقى ناشفة جامد جامد جامد، يعني 100%. لو تطول ان انت تنشفيها 100%، بس انا بسيب قيمة النداوة بسيطة كده، هي ما بتبقاش عاطية صوت طشة، بس يعني شايفين البخار مثلا او الصهد اللي طالع ده، طبعا انا غسله الشعر بس بيبقى فيه مادة على بسيط. فهو البخارة اللي طالعة او الصهد اللي طالع على الكاميرا ده مش حاجة، يعني ما ولا بيضرني في حاجة ولا في تنفس ولا في اي حاجة، لان انا غسلة الشعر. بس في نسبة مية على بسيط بسيطة جدا جدا. ولازم مسكة المكوى عشان معصم الايد ما يتعبكيش، لازم وش الصوابع يبقى للشعر، يعني الصوابع وهي ماسكة المكوى يبقى وشها للشعر، ما تبقاش الايد مقلوبة المكفية لفوق ولا ده ولا ده، علشان برضك معصم ايدك ما يتعبكيش في مسكة المكوى. فهنا في امهات بتحب تعمل لاولادها انها تشتري المادة وازاي تكمل الخطوات بتاعتها او ازاي تتعلم. فده تعليمي بسيط، يعني تعليم بسيط جدا جدا،
لاي حد مبتدئ، لاي حد برضك حابب ينفذ البروتين، او عاوزه تشتري بروتين وعندها مكوى وحابه تنفذه. اهم حاجه غسيل الشعرايه، غسيل الشعرايه واخلاءها من الزيوت، ده اهم حاجه. الجلسه 3 خطوات، الجلسه نجاحها 3 حاجات. عندنا المكوى ان هي تكون بتاعه بروتين. يعني ايه بتاعه بروتين؟ ان هي حاميه، بس مش معنى حاميه انا بشتغل على 210، يعني انا بشتغل حراره مكوتي على 210. يعني ما في مكوى بتبقى حاميه جدا جدا، لا ده غلط. ولو الشعرايه اتلونت منك وانت بتكوي، يبقى انت معنى كده بتحرقي الشعرايه. معنى ان الشعرايه تغير لونها وانت بتكوي، مش حكايه بقى الماده، لان في كوافيرات تقولك ده الماده هي اللي هي بتفتح الشعرايه درجتين بس. ان اللي تغير اللون مجرد ما تحطي المكوى، بتبقى كده المكوى سخنه جدا جدا، يعني معناها ان انت كده بتحرقي الشعر. خلاص. المكوى بيبقى لها معدل معين 210، انا مكوتي بظبطها على 210 وبكوي. وزي ما احنا شايفين بنعيد ونزيد في الخصله الواحده، وبرضك اثناء ما بتاخدي الخصله ما بتكتريش، يعني خصله بسيطة جدا، ما تكتريش في الشعر اثناء ما انت بتكبسي، علشان يبقى الكبس كده كويس والدنيا معاكي تمام. قلنا بقى كنت انا نسيت في الكلام ودخلت على الخطوة التانية يعني واتكلمت. لازم الشعر يتغسل كويس ويتخلى من الزيوت، لان عامل الجلسة انها تنجح عندك غسيل الشعر، ان انت تخليه من اي زيوت كانت فيه. وبعد من كده المادة مادام كويسة خلاص، يبقى تالت عامل المكوى. المكوى المكوى ان هي بتاعت كبس بروتين، او حموها حمو اللي هو الكويس، مش ما تبقاش مكوى بطيئة او رديئة وتشتغلي بيها وتيجي بقى في الاخر ما تلاقيش نتيجة. فلازم المكوى برضك حرارتها تكون كويسة، حرارة بروتين. تمام. انا مكوتي اللي في ايدي دي على 210، مورو ديت على 210. انا مش بقول يعني اعلان للاسم بتاعها، بس انا بحب المكوى دي قوي قوي قوي. دي صديقتي اللي يعني وقت المهام الصعبة، الصديقة الوفية اللي هي وقت المهام الصعبة، بجد بجد. اهي زي ما احنا شايفين، وهوريكم نتيجة الكبس جميلة جدا جدا. الفتلة ناعمة، الشعراية اتشربت وبقت كويسة، وزي ما احنا شايفين اهو ده نتيجته في الاخر. وطبعا احنا بنغسل الشعر وبننشفه بهواء بارد، ودي النتيجة بتاعته في الاخر. وزي ما احنا شايفين طبعا اسعدنا العميلة، وقلت لكم كل الخطوات وكل التكات. ويا رب كده تتهنى بيه وتسعد بيه يا رب. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم بالصحة فرحانين. ويا رب كده كل واحدة يعني عندها بنوتة وحابة تفرحها، قدامك الخطوات. اهم حاجة اخلاقه من الزيوت اللي فيه، اهم حاجة الغسيل، بعد من كده المكوى، بعد من كده الكبس. فربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا شايفين كده، وطبعا العميلة النهاردة فرحانة جدا جدا، وهنشوفه وهي بتهزه وفرحانة ومتألقة بيه كده. وانا طبعا فرحانة لفرحتها، لان من شكل كده، من شكل كده لكده طبعا فرق كبير كبير كبير. تتهنى بيه يا رب، واقول لكم مع الف سلامة، واستنوني في الفيديوهات القادمة. بس دعمكم ليا باللايك، دعمكم ليا باللايك بالله عليكم.